المتابعات ديالي الزوينات، كراكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم مزيانه؟ بركاس مرحبا بكم عند السوسيه. اليوم غنفضح لكم بعض الاسرار من اسرار الشلحات ومن سحر الشلحات لرجالهم. دائما كتلقاو الشلحه ما عندهاش الضره وما داخلاش عليها الضره، ما عمركم كتلقاو شي شلحه عندها ضرتها. ديما الشلحه راسها على راس راجلها حتى تدفنوا ولا يدفنها، ما كيجيبش عليها الضره بصفه نهائيه. علاش؟ وشنو السر؟ وشنو السر في هذه القضيه؟ انا غنعاود لكم السر وغنعاود لكم بعض السحر اللي كيديروا الشلحات رجالهم حتى كيخلوهم كيشوفوا غير فيهم. ما يمكنش يشوف في شي مرا اخرى غير مراته، ما يمكنش تبان ليه شي مرا في الكون الا يرجع لمحله عند مرته، واخا يمشي حتى لاوروبا، واخا يمشي في البلاد في المغرب يعيش في اي مدينه، ما كتبانش ليه شي مرا حتى كيرجع عند مراته. يعني ما عمر الشلح كيتزوج على الشلحه، ولا ما عمر الشلحه كيتزوج عليها الراجل واخا تزوج عربي. شتي واخا الشلحه تزوج عربي ما يتزوجش عليها، كيبقى يشوفها غير هي. ما الشلحات، شتي الشلوح، الرجال الشلوح يقدر يدير الضره، ولكن الشلحه اللي هي مراه ما تخليش راجلها يدير عليها الضره. بهذا السحر اللي غنعطيكم كيديروه رجالهم يستعملوه مع الرجال ديالهم حتى كيخلوا رجالهم يشوفوا غير فيهم. وحده اخرى عربيه ما تقدرش دير هاد الشيء اللي غنقول لكم انا على الشلحات. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا نبغوا نصلوا على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته. مهما البنات كنصور معكم هذا الفيديو في الكوزينه، غنشارك معكم واحد الكويس ديال اتاي، ها هو واحد الكويس ديال النيغرو اللي غنعاود لكم عليه، حتى هو واحد القصه حتى نساليو الحكايه ونعاود لكم القصه على هاد اتاي ديال النيغرو. حتى هي اللي واقعه الشلح، اللي واقعه للراجل الشلح. وغاديه نشارك معكم واحد البسكوي هكا والكويس، غادي نشرب كويس ديال نيغرو دابا، وغادا رانا مجمعه معكم في هذا الفيديو غنعاود لكم ان شاء الله الاسرار ديال الشلحات اللي ما تيخلوش رجالهم يشوفوا في شي مرة اخرى غيرهم. غنعاود لكم الاسرار من الاسرار ديال الشلحات. اول حاجه البنات، الشلحات ملي كيتزوجوا مع رجالهم او ملي كتزوج الشلحه مع راجلها كتخلي دائما واحد المسافه بينها وبين راجلها ديال الاحترام كبيره. شوفوا انا بديت لكم بالاحترام هو الاول، وغادي نمشي لكم نقيطه بنقيطه ديال الشلحات. كتخلي واحد المسافه ديال الاحترام. علاش؟ الشلحه مع عمرها كتلقيها مناقمه مع راجلها الوجه للوجه، الا راجلها هضر معاها كتحشم وكتحضر عينيها. هذه اول حاجه زوينه في الشلحات. الا الراجل كيهضر معاها هي كتحشم كتحضر عينيها، ما كتبقاش ناضه فيه، يعني ناضه لناضه كتحضر عينيها وما كتبقاش مخرجه عينيها ومراده معاه بالهضره. الا تبغي تدافع كاع على راسها كتدافع على راسها، ولكن هي حشمانه من راجلها او محترمه ديك عينها في عينه، ما تقدرش الشلحه دير عينها في عين راجلها وتبقى مراده معاه بالهضره. ثاني حاجه البنات، الشلحات ملي كيكونوا هكا رجالهم كيمشيو للعمل يخدموا وهما كيبقاو في الدار، ملي كيجي الراجل للدار ماشي عا كيدخل الراجل وكتمشي تجلس ليه حدا رجليه، ما كتعطيه لا ياكل لا يشرب، ما تعرفوا اش بغى، واش عيان، واش طالع عليه الدم، واش ما قدرش يهضر، واش عنده شي مشكل في الخدمه، واش غير كيجي كتجي تجلس حداه. ماك صيفط لك في الواتساب ما جاوبتيش، ماك صونيت عليك ما هضرتيش، فين كنتي اليوم، فين تغديتي، وقت نص الساعه اللي كنت خاويه عندك فين خرجتي، فين درتي، فين يعني ولا لوك 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 هكا. دزت اليوم، مشيت هنا، سالت لي البوطه، مشيت هنا، تقضيت من هنا، جت هنا، عملت هنا، جات عندي جارتي هنا. يعني كتعاود الراجل شي حاجه اللي هو مازال ما سولهاش عليها. لا، هي كتمشي كتلقى راجلها كتسلم معاه كتبوس ليه على يدو. واش نتوما كتبوسوا رجالكم على يديهم؟ الشلحه كتبوس راجلها على يدو، كتبوس راجلها ملي كيدخل من الخدمه كتبوس ليه فوق الايد ديالو وكيدخل، كتخليه كيدخل، كتمشي كتوجد ليه الماكله ديالو، كتوجد ليه الماء سخون، كتقول ياك ما بغيتي تدوش، ياك ما بغيتي ياك ما نجيب لك نكمل لك رجليك، ياك ما جيعان نوجد لك الماكله دابا، ياك كتمشي تهتم به شي حاجه اللي هو باغيها. ثاني حاجه الشلحه ما كتمشيش ترزف عند شي حد الا ما داهاش الراجل ديالها. الشلحه ما كتمشيش بلا دون اذن راجلها حتى شي بلاصه. كان راجلها مسالي كيديها ويوصلها حتى البلاصه اللي غادي تمشي ليها، ما كانش راجلها مسالي كتاخذ الاذن منه وكتمشي مع عائله راجلها ولا مع امها هي ولا العائله ديالها هي، ما كتخرجش بوحدها. حتى للسوق ما كتمشيش الشلحه تتغدى، حنا كنهضروا على الشلحات اللي باقات عريسات وباقات جدادات وباقات يلاه تزوجوا، ما كتمشيش للسوق الا ما كانش معاها الزوج ديالها.
وما كتمشيش للسوق هكا بوحدها الا ما خرجت معاها راجلها ولا خرجت مع شي حد من عائلتها. ثاني حاجه البنات الشلحات كيحترموا العكيزات ديالهم بزاف، يعني لدرجه كتسمع لعكوزتها، وملي كتحترمي عكوزتك راه بحال كتحترمي راجلك. وهاد الحويجات اللي قلت لكم هما السر ديال سحر الشلحات رجالهم. بهاد الحويجات باش كيسحروا رجالهم وتيخلوا رجال الشلحات رجالهم فين ما مشاو كيجوا ورجعوا يقلبوا على الاصاله ديالهم، ما كيلقاش نفس المراه ديالو. وهذا هو الحل وهذا هو السحر اللي كيسحروا به رجالهم. ملي الشلحه كتعطي القيمه لراسها، وملي الشلحه كتعطي القيمه للزوج ديالها ولراسها في نفس الوقت، وكتهتم براجلها وكتحترم راجلها وكتصنت راجلها وما كتخرجش بلا اذن راجلها، ولا دخل الزوج ديالها من الخدمه كتهتم به وتشوف الحاجه اللي خاصه هو قبل ما تشكي عليه وتبكي عليه، ولا قبل ما تحاسبه علاش ما جاوبهاش ولا علاش ما هضرش معاها في التليفون، كتهتم به هو الاول كيف ما هو جاي من الخدمه عيان. هادو هما الحويجات اللي كيخلوهم في عينين رجالهم بحال شي نواره. وما كاينش شي راجل اللي تقدري تهتميه بنفس الاهتمام ونوض يبدلك ويدير عليك المراه ولا يدير عليك الضره ولا يدير عليك شي صديقه ولا يدير عليك شي يشوف شي وحده اخرى غيرك. ما كاينش نهائيا. حتى هادشي علاش قلت لكم الشلحه واخا تزوج عربي، العربي ما يبقاش يشوف شي وحده اخرى الا الشلحه، كيشوف بها الاحترام، الحياه، تقدير، بزاف الحويجات. تصوروا الشلحه اللي تخصمت مع راجلها راه ما كتبقاش ناضه معاه العين العين. ولكن البنات هادشي اللي كنقول لكم، الشلحات بنات الاصل، الشلحات اللي هما باقيين في التقاليد اللي باقات فيهم الحياه والعراض، حنت بنادم عطاوب وحجر في كل بلاصه. ولكن كنهضر على الشلحات اللي باقات مربيه التربيه التقليديه وباقين والديهم محاصرين ليهم على التربيه والاحترام المتبادل ما بين الام وما بين الزوج ديالها، ما بين عكوزتها، ما بين عائله رجلها، تحترم كل شيء. هذا الاحترام كتاخذه من الام ديالها، كتكون مربيه على هذا الاحترام. المهم البنات كان هذا هو حتيتي معكم اليوم، وهذا هو الفيديو ديالي معكم اليوم. قبل ما نختم معكم هذا الفيديو غنعاود لكم واحد الفكاهه على هذا النيغرو اللي مازال ما شربتوش. هذا واحد الشلح مشى يخطب العروسه، مشى يخطب واحد السيده للزواج. قال لك ودوك الناس فرحوا بهم زعما وتصوبوا لهم الطبله ولقاوهم بواحد الملقا زوين، وقالوا اش غنديروا؟ نديروا لهم اتاي ديال النيغرو. داروا فيه خنيشه بحال هكا ديال النيغرو وخواو عليها الماء وقدموا لهم اتاي ديال النيغرو. خليك داك الشلح عيش شاف داك الكاس محطوطه فيه ديك الخنيشه ديال النيغرو، وهو قال لك يهزو بحال هكا ويقول له باه مع البدايه حجاب نكروه 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 تيقميوا غرس. مع البدايه حطوا لي حجاب، يلا جيت قلت بسم الله غنخطب حطوا لي حجاب. زيد قال لك صافي، قال لك داك الكاس نوض باه قال لك السلام عليكم، لبسوا صنادلهم قال لك تنبسوهم في الباب. كيتسحاب الشلحه دارت ليه حجاب، كيتسحاب المراه ملي يلاه جاي يخطبها اول ما غيخطبها حطت ليه حجاب غيشرب منه اتاي. ما عرفتش شنو هو النيغرو، باقي شي شلحه. كما البنات هذه كانت غير فكاهه كيضحكوا بها، اما حتى شي واحد راه ما باقي وما كيعرفش شنو النيغرو، ما كيعرف ما كاينش في الحضاره. المهم البنات حنا غير ضحكنا في هذا الاخر الفيديو. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، كان حتيت معاكم ونتمنى ان شاء الله يكون عجبكم وكون استفدنا منه الجميع. يلا بالصحه والراحه. غنخوي معكم واحد الكويس ديال النيغرو. ها هو اختي هما جلستو معايا الجلسه في الكوزينه. اجي اختي نشربوا كويس ديال النيغرو كاملين بالصحه والراحه. ها هو طلق مازال كشكوشه، وها واحد البسكوي. يلا بصحتكم وراحتكم، مع السلامه.